السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل مع بعض النهاردة محشي خطير خطير خطير. محشي جميل جدا. كله فوايد ومليان حديد وفيتامينات. وقبل ما نشوف الوصفة واقول لكم ايه هو المحشي، اللي اول مرة يشوف قناتي، انا اسمي نانا. طبعا برحب بيكم، واللي هيعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو. واللي لسه ما اشتركش في القناة اتمنى ينورني ويشرفني ويشترك في القناة ويكبر القناة. طبعا اللي احنا شايفينه مع بعض دوت، ده ورق اللفت. ورق اللفت اللي كلنا او معظمنا بيرميه. طبعا فوائده كبيرة جدا جدا. كله حديد وفيتامينات. ده غير كمان طعمه الخطير، طعمه جميل جدا جدا جدا. هنعمله مع بعض. عملته والله يا جماعة طلع جميل قوي قوي قوي. طبعا هنا اي ورقة صفراء او اي ورقة هنا هوت مش حلوة بنشيلها. وبنبتدي ان هو ناخد الورق الاخضر كله. طبعا بنبتدي نغسله كويس قوي 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 قوي، طبعا لان بيكون فيه اتربة كتير. قبل ما نيجي ايه نسلقه. طبعا احنا مش بنسلقه زي ورق الكرنب ولا آه، بنعمله زي ورق الخاص يعني يا دوب انا بحط الميه بتغلي بطفي على الميه وابتدي هنا اهوت اسقطه. ما بيكملش ثواني يا جماعه، ثواني 60 ثانيه كده، ثواني وبروح مطلعاه على طول عشان ما يتهريش منك. لان طبعا ورقته بتكون ايه خفيفه مش زي ورق الكرنب. بتكوني مجهزه ميه ساقعه على طول بتنشريه وتحطيه في الميه الساقعه عشان ايه؟ يعني يتنه كده هوت اخضر ومحتفظ بالنضاره بتاعته. اهو على طول ما بتكمليش. طبعا زي ما قلتلك بتكوني طافيه غاليه الميه وطافيه. يا دوب تحطيه يا دوب ثواني وبتروحي مطلعاه في ميه كده اهو بارده كده زي ما احنا شايفين. بغطسه فيها كده اهوت لغايه ما ايه اخلص الكميه اللي معايا كلها. وبعد كده طبعا بتشرفيه في الميه ديت وبعد كده ايه بتبتدي ايه تحشيه. والله يا جماعه جميل جدا جدا جدا. انا عملته وطلع تحفه تحفه تحفه، طعمه خطير جدا جدا. زي ما قلت لكم كده يعني غير الفوائد اللي فيه. طبعا هنا هبتدي بقى اعمل التغذيه بتاعته الصلصه. هنا حطيت هنا هوت الزيت. وحطيت هنا هوت بصلتين كده كبار. قطعتهم وشوحتهم. طبعا من البصل مش بنصفره، يا دوب بس بيتشوح كده تشويحتين. وبحط عليه هنا هوت حطيت فلفل حامي. طبعا اختياري، لو مش بتحبي الحاجه حاميه حطي فلفل بارد، او مش عايزه تحطي فلفل براحتك. انا هنا حطيت فلفل حامي عشان يحملي التغذيه كده ويخليه ايه الفلفل ايه مشطشط وايه وحامي. طبعا هنا بتكوني التوابل بقى انا بحط نص كمية التوابل. تاخد لها كده تشويحة كده مع البصل والفلفل الاخضر. حطيت هنا هو كزبرة وكمون وفلفل اسود والملح والسبع بهارات. وحطيت معلقة من التوم. وكل ده طبعا بيتقلب كده ايه ياخد له ايه تشويحتين كده هوت ايه. مش بتصفري ولا التومة ولا البصلة بقى، يا دوب بس ايه تتشوح بس تشويحتين كده. وبتكوني مجهزة الطماطم بتاعتك. طبعا ايه مش بنعصرها، انا عن نفسي مش بعصر الطماطم. مش بصفيها، بتتعصر مش بتتصفى. اهي واروح هنا اهوت حطها ايه على طول كده. هي في ناس بتصفي الطماطم لكن هو يعني المحشي مش يعني مش عايز ان انت تصفيها يعني. بس ببتدي ان هو بقى ايه اسيبها كده ايه على النار كده بقى ايه لغاية ما تتسبك معايا اهيت. طبعا بتتسبك بتلاقي المادة الدهنية كده طلعت كده على الوش وهي زي احنا شايفين كده اهوت اهيت كده اتسبكت. بطفي بقى عليها. بتكوني بقى مجهزة بقى الرز طبعا مغسول هنا اهوت ومتصفي كويس اهوت حطيته. والخضرة بقى الشبت والبقدونس والكزبرة طبعا كل دوت ايه بتكون مغسول كويس ومتقطع. بناخد الورق بس والعروق ايه طبعا بنشيلها. هقولك ايه هنحطها فين دلوقتي. يبقى انا كده خدت الورق بتاع الخضرة بس. وحطيتي بقى ايه عندي هنا هوت فلفل حطيت هنا هوت النعناع. عندي هنا هوت نعناع اخضر حطيت منه ورقتين كده هوت. قطعتهم كده زي الخضرة وحطيتهم.
لو انت عندك بقى النعناع الناشف بتحطي، انا ما كانش عندي اللي هو النعناع الناشف ده فحطيته اخضر برضو، يعني بيبقى فريش كده وحلو. وحطيت ان هو بقى بقية التوابل، الكزبرة والكمون والفلفل الاسود والسبع بهارات. كل ده بقى بيتقلب في بعضه كده اهوت. يبقى كده هنا اهوت الرز بتاعي هنا اهوت ايه خلص كده اهوت وجاهز بقى ايه. وهبتدي احشي ورق اللفت. طبعا اللي لسه مستمر معايا كده اهوت ولسه معايا بيتفرج على الفيديو ما ينسانيش في اللايك 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 والتعليقات الحلوة بتاعتكم، واللي لسه ما اشتركش بقى يقوم كده ويشترك في القناة. اتمنى كده ان القناة تكبر، وبرحب بيكم كل حبايبي وكل متابعيني داخل مصر وخارج مصر، اسم وبلد بلد. بحبكم جدا جدا جدا. دعواتكم بقى يا حبايبي كده لكل ولادنا اللي بيذاكروا وبيمتحنوا، يا رب كده ينجحهم كلهم كده ان شاء الله، ونفرح كده بشهاداتهم كده وبنجاحهم. كده انا اهوت خلاص كده اهوت. ادي ورق الليفت اهوت، كنت اقول لكم ورق العنب، هو شكله ورق العنب والله. هبتدي بقى انا اهوت عملته. انا بلفه زي ورق العنب، ممكن تلفيه زي ورق الكرنب على فكرة، مش هيقول لا يعني. الطريقة اللي تريحك والطريقة اللي انت ايه تحسي ان انت ايه هتعمليها بسرعة. اهوت انا هنا بعمله زي ورق العنب كده. طبعا العروق اللي انا قلت لكم عليها ما ترموهاش اهيت. اهيت بحطها هنا اهوت في الحلة من تحت هنا اهوت، بتدي برضو طعم هنا اهوت للمحشي حلو. انت بقى عايزة لو عايزة تزودي تحطي بقى حلقات طماطم وحلقات بصل وتحطي حلقات من الليمون حطي، برضو بيبقى طعمه حلو قوي قوي. انا هنا ايه ما حطيتش، اكتفيت بقى بس ايه بالعروق اللي انا ايه بتاعه الخضره اللي انا مقطعاها دي اهي. هبتدي بقى انا اهوت اعمله. والله يا جماعه طعمه والله جميل جدا جدا جدا، يعني ما زي الزبده كده، طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني انا ما لما عملته ما كنتش فاكره ان طعمه هيبقى بالجمال ده. أهو، شايفين ورق عنب. زي ما قلت لكم طبعا ده غير الفوائد بتاعته، فوائده جميلة جدا، ده كله حديد وفيتامينات ومفيد جدا للجسم ومفيد للبشرة. والمحشي بقى طبعا يعني بيحب الشتاء، او الشتاء بيحب المحشي. المحشي السخن بيدفي كده وبيبقى جميل قوي في الشتاء. كده انا خلصت الكمية كلها هي زي ما احنا شايفين ادي اهوت الحلة هي زي القمر اهي. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت؟ كده خلصتها اهوت. هبتدي بقى ان هو ازود الشوربه. طبعا الشوربه هنا هو طبعا لازم تبقى مغليه. خدت هنا هو بقى ايه كبشتين كده من الصلصه، حطيتهم على على الشوربه وغليتها كويس قوي. لازم تبقى الشوربه مغليه. وهبتدي ان هو ايه احط الشوربه هنا. طبعا بتبتدي بقى تهزي الحله كده كويس كده عشان كل الشوربه تنزل ايه تحت، وما بتمليش الشوربه، يا دوب بس ايه يعني قبل الرصه الاخرانيه كده اهوت اهي. طبعا البصل اللي فوق دوت البصل اللي هو كان في الصلصة اهي. تهزيها كده كويس كده اهوت، وهيطلع معاكي مفلفل وهيطلع جميل اهي. اول بقى ما تحسي ان هي ايه خلاص هنا اهوت بتغلي كده اهوت، بتحطش بقى هنا اهوت ايه بنجيب حاجة بنحطها على على وش الحلة عشان ايه ما يفكش مني كده اهوت، يبقى ايه الرصة الاولانية زي ما هي كده اهو. وتغطيه وتبتدي بقى هنا اهوت تهدي عليه النار كده ايه وتوطيه لغاية ما ايه ما يستوي معاكي. كده انا شلت الغطا من عليه اهوت. هو كده خلاص ابتدى خلاص كده يخش في السوا معايا اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. خلص من اهوت واستوى وشكله جميل جميل والطعم خطير. تحفة 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 ودايب دوب كده. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم والطريقة عجبتكم. ما تنسونيش بقى يا حبايبي بقى في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي بيساعدني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.